السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شيف تحرير. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو في جرنيتير النهاردة إن شاء الله جديد. هو السؤال إزاي تعمل وردة لونها ذهبي؟ يعني أنت عاوز تقدم سيرفيز أو تقدم مراية وعاوز تحط فيها وردة لونها ذهبي، ننفذها إزاي؟ هنيجي مع بعض. أول حاجة هنجيب بطاطساية وهنقشرها، تمام؟ وبعد ما نقشرها هنحاول ان احنا نخليها كروية الشكل زي الطماطمايه بالظبط، تمام؟ هنرسمها كده بالمقشرة على اساس ان هي تكون ايه، تكون على هيئة ايه، هيئة كروية كده ايه، تمام؟ جميل. وبعدين هنبدأ هنتعامل مع البطاطساية كأنها طماطم بالظبط، وهنبدأ نقشرها من فوق زي وردة الطماطم بالظبط، تمام؟ هناخد ده كده اهو كأننا بنعمله وردة طماطم بالظبط. نحاول نخلي القشرة بتاعة الوردة اللي احنا بنعملها رفيعة قدر الامكان علشان خاطر تتلف معانا وتكون سهلة معانا في التشكيل كده ان شاء الله. ايه هتكمل، ايوه ايوه، ربنا يوصل للاخر اهو، تمام. هنسيب السكينة وهنمسكها ونبدأ نلف البطاطساية بالراحة، نكون الوردة، تمام، ايوه. وبعدين القفل ده في الاخر خالص هننزله من تحت على اساس يبقى هو ايه، هيمسك الوردة. وبعدين نقطعها من تحت بالسكينة اهو بالراحة بالراحة، كونت معانا الوردة. ودلوقتي اللي احنا هنعمله احنا هنقليها في الزيت، تمام؟ تعال نشوف كده اهي، تمام. الزيت يكون سخن معانا عشان تلون معانا على طول، وعشان ما تطراش وتطلع ناشفه شويه. بس بنحاول ان احنا نحركها في الزيت علشان ما تلزقش في الطاسه، عشان طاسه ألمونيا. زي ما احنا شايفين كده لونها بدأ يتحول يتغير. طبعا ده جرنيتير، احنا مش لازم نسويها تسويه كامله، احنا لغايه ما توصل للون اللي احنا عاوزينه او اللون المطلوب وخلاص على كده بنطلعها يعني. وهي طبيعي قشره بتاعه البطاطس رفيعه جدا، فهتستوي معانا بأقل حاجه يعني. بس نوطي النار كده، صفي الزيت، وبكده نبقى انا وصلنا للوردة الذهبي اللي احنا عاوزين نعملها. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.